السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أبارك لكل الأهلاوية بإتمام صفقة زيزو واشتراكه امبارح في مباراة باتشوكا، ودي كانت إضافة جامدة جدا للنادي الأهلي، وحدث يعتبر صفقة نوعية يذكرها التاريخ، إن أول لاعب يكون بقيمة وجودة أحمد السيد زيزو ينتقل مباشرة من الزمالك للأهلي في صفقة انتقال حر. مليون مبروك يا أهلاوية للصفقة الهائلة دي. النقطة التانية، الماتش بتاع امبارح اللي هو بتاع باتشوكا، الماتش الودي باتشوكا والأهلي، مع صفقة النجوم الكبيرة اللي موجودة، اللي أكتر من لمع فيهم بصراحة تريزيجيه وبن رمضان. وسؤالي بس الوحيد لمجلس الإدارة، اللي أتمنى إن ربنا يخيب ظني، لأن طبعا امبارح لا محدش يقدر يحكم على المدرب، ولا ان هو قدر لسه يعرف اللعيبة او يشوف امكانيات كل لاعب ايه، وان كان التغيير 11 لاعب اتغيروا، يعني فرقة تانية لعبت الشوط التاني. انما ظهر عندنا بعض السلبيات اللي هي لازم نتداركها. فريق باتشوكا امبارح لما لعبنا معاه هو كسب بضربات الجزاء، والشوط التاني كان الاهلي افضل بفضل الاداء اللي عمل فيه الفارق النوعي، خصوصا تريزيجيه. ان احنا بان عندنا فوارق، ان انت لما بتلاعب اندية امريكا اللاتينية او بتلاعب فرق اوروبية، الموضوع بيختلف كالاداء، الالتحام البدني، السرعات، المهارات بتكون اقوى كتير من المنافسين لما بتلعب مثلا في الدوري المصري او في حتى بطولة افريقيا. نصيحتي للاهلي وللمدرب كابتن امام عاشور، انت مش بتلاعب سيراميكا كليوباترا ولا بتروجيت، مع احترامي للانديه، ولا الزمالك ولا بيراميدز. العب باص ومباشر، لان انت جربت مره واتنين وتلاته تعمل الهجمات العنتريه اللي بتعملها في الدوري المصري، ما خدتش الفرصه ومحدش سابك وما عدتش ومش هتعرف تعدي، فهتضيع مجهود الفرقه وممكن تتسبب في مشاكل كبيره، ويتحرق المجهود الرهيب اللي انت بتعمله، اللي احنا كلنا معترفين بيه، انك لعيب جوكر ولعيب محوري ولعيب مؤثر جدا. فنصيحة، لازم تلعب مع الفريق، انت مش صاحب الكورة. دي مهمة جدا ولازم تاخدوا بالكم منها، سواء خوسيه ريفيرو او عماد النحاس. لازم يتنبه على امام عاشور، ان لعبة وباصة لعبة وباصة، مش كل كرة لازم حضرتك تاخدها وتجري بيها فدان، محدش هيديك الفرصة في الكلام دوت. دي بانت جدا، وبان جدا ان في الالتحامات البدنيه هم بيكونوا اقوى. انت هتلاعب انتر ميامي، هنعمل ايه مع لويس سواريز، وهنعمل ايه مع ميسي، وفرقه تقيله جدا طبعا. فلازم يكون اللعب سريع ومباشر، بدون فزلكه وبدون استعراض، لان محدش هيديك فرصه تعمل كده، والغلطه هتبقى بفورة. خط الدفاع محتاج تدعيم طبعا، ومحتاج شغل كتير جدا عشان يقف على رجله. اشرف داري امبارح كان اخطاءه كتير، لازم يتلافاها، ولازم نهتم بالشق الدفاعي بتاعنا جدا، ويكونوا ثلاثة مش اتنين في خط الظهر. النقطة التانية اللي أنا بصراحة يعني أتوجس منها خيفة، إن أنا لما ببص على خوسيه ريفيرو اللي هو الأهلي جابه، يعني الأهلي بالظبط عمل في موضوع المدرب زي ما يكون جبت سكواد عالمي الأفضل في أفريقيا زي ما قلنا، جايب عربية لامبرجيني وجايب واحد سواق ميكروباص يركبها، مع احترامي يعني لخوسيه ريفيرو كسي في كنسبة وتناسب. انت عامل فرقة، مكون فرقة داخلة فوق الاتنين مليار جنيه مصري، فرقة عالمية، سكواد ب43 ولا 44 مليون يورو. ازاي اجيب مدرب مجهول الهوية، كل تاريخه ان هو درب في سيلتا فيجو في الشباب، ودرب بعد كده مدرب مساعد في فنلندا اللي هي ما عندهاش كورة، اللي هي التلج عندها 11 شهر في السنة، وكل انجازاته لما راح اورلاندو في جنوب افريقيا، درب اورلاندو من 22 ل 25، خد بتاع 3 ولا 5 بطولات كاس، ما قدرش حتى ياخد الدوري، لان سان داونز بطلة الدوري اخر 8 سنين. فما اعرفش على انهي اساس نجيب واحد زي كده، مع احترامي تقول لي ويلينج، تقول لي انه السن بتاعه 47 سنة، انما انا شايفها مخاطرة وغير مفهومة يعني. بختك يا بخيت، يا ينجح يا يفشل. ليه ما اجيبش كنت واحد قيمة وقامة وتقيل، بحكم الفلوس والبادجت الرهيب اللي اتصرف على اللعيبة والسكواد العالمي اللي انت عامله.
ازاي اجيب مدرب ان هو تاريخه يعتبر زيرو؟ ده كولر اللي كنت بتنور عليه، على الاقل طلع بالنمسا كاس العالم، على الاقل خد بطولة الدوري في سويسرا. ده ما عملش حاجة خالص، و47 سنة. فأتمنى يا رب يكون ظني غلط، وتكون الإدارة شايفة اللي احنا مش شايفينه، ان هو يحقق نتائج كويسة. انما كم من النجوم دوت هيبقى فيه معاناة وهيبقى فيه مشاكل في التغييرات وكده. فلازم رجل يكون قوي وفي نفس الوقت حكيم وسوي، لانه ايه اللي هيفقد النجوم ولو هو متنفسن ومش عنده الكفاءة اللازمة، هتخش فيها الإيجو وتخش فيها النفسنة في التعامل، فهتبقى مشكلة كبيرة. على العموم كل الأمنيات للنادي الأهلي بالتوفيق بإذن الله. أول ماتش للأهلي مع إنتر ميامي هيكون يوم 15 الساعة 4 الفجر بتوقيت مصر، الساعة 8 بتوقيت أمريكا. فنتمنى يا رب إن الأهلي يؤدي بشكل كويس. بس أهم حاجة عشان الأهلي يؤدي بشكل كويس إن اللعيبة يتنبه عليها: باص باص باص، مفيش فزلكة، مفيش استعراض، مفيش كعوب، مفيش مش عارف ايه. وخصوصا الكابتن امام عاشور، رغم حبي واحترامي وتقديري لموهبته، انما ما تلعبش لنفسك، محدش هيسمح لك بكده وهتضيع مجهود الفرقة. على العموم كل الامنيات للنادي الاهلي، وان شاء الله يا رب ننتصر على انتر ميامي، وهتكون فعلا فرحة كبيرة، وان احنا نكمل في البطولة ديت وما نفرحش حد فينا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.